معالي الرئيس، هذا المرسوم اليوم هو نكبة الديمقراطية. بتكلم اليوم دفاعاً عن مشروع جلالة الملك الإصلاحي، عن مطالب شعب البحرين الواعي الذي نادى منذ عقود بهذا البرلمان بأنه هو الحل، عن الدفاع عن حق الكلمة اليوم. معالي الرئيس، هذا المرسوم اليوم هو تدخل في اختصاصات المجلس، حق أصيل للمجلس. لائحته الداخلية، لائحة داخلية لمجلس النواب هو حقنا. الحين الحكومة مجلس الوزراء يرضون ان احنا نصيغ لهم لائحة داخلية ان احنا نمنع فيها من تشكيل لجان ينضم اليها وزراء، ان احنا نخلي كل وزير فقط يتكلم 5 دقائق لسمو ولي العهد؟ ترضون؟ يرضى بفضل اذا ارتكب مخالفة ما ان يتم طرده من مجلس الوزراء؟ يصير يعني ليش تتدخلون في لائحتنا الداخلية؟ يعني هل تقبل الحكومة ان احنا اليوم نصيغ لائحتها الداخلية لمجلس الوزراء ونقول لهم يلا هذه اللائحة عندكم، واي وزير مخالف يطرد واليوم وعتاب وحده 5 دقائق بس؟ شعب اليوم معالي الرئيس مصدر السلطات والعدل هو اساس الحكم. هذا احنا اليوم القوانين والتشريعات تصدر فقط من مجلسنا، اما المراسيم اذا صدرت فهي عاجله لامر عاجل لا يحتمل التاخير. فما الذي استجد في صيف 2022 ايام الانتخابات؟ يعني هل كان مؤلم اليوم سقوط الأقنعة؟ هل يعني هم ارتأوا أن بسبب سقوط أقنعة نواب الضريبة أن يبون الحين يجيبون لنا مرسوم يتسترون فيه على هذه الوجوه؟ ربما وجوه ستتكرر أيضا. يعني هل لهذا السبب أتت اللائحة تسدل ستار السرية على أسماء موافقين أو رافضين للمشروع؟ يتم مناقشة أي مشروع في جلسة سرية في الظلام. تقول المادة يلتزم حاضري الجلسة بعدم إفشاء أي أمر بأي وجه من الوجوه. ما هي الأوجه اللي تبونا نتستر عليها؟ ليش يعني ما تبونا مثلا نحن نضع بين أيدي الشعب نوابهم الموافقين نوابهم المعارضين؟ يعني يقول لك وزير المجلسين أن هذا التعديل أتى أو استعجال المرسوم اللائحة الداخلية سببه التنظيم. يعني كان في فوضى منذ عقدين من الزمن. أنت ساعات الوزير يوم كان قاعد هني كان في فوضى؟ مارست الديمقراطية بفوضى؟ أعتقد أن أنت أكثر شخص تمتعت بالديمقراطية في 2011 و2006 ويوم وجدت في المجلس 2009 من بعد 2009. وجه كلامك. بس يعني واحد كان من جنود الشعب وانتقل إلى الحكومة اليوم، وأكاد يعني أكاد أعرف أن المرسوم قد صاغ. أنا أوجه سؤال لك، أوجه المداخلة إليك وأتكلم عن المرسوم وعن من صاغ المرسوم والشخصيات اللي صاغت المرسوم وساهمت في صياغة هذه اللائحة الداخلية. أكاد أعرفها لأن أنا أخذت تجربة 2018 وعاصرت قصة هذا المرسوم ولماذا أتى هذا المرسوم ومن صاغ هذا المرسوم، واللي كنا نتمنى أن يكون بطانة صالحة لجلالة الملك. نتمنى أن كان المفترض أن يكون بطانة صالحة لجلالة الملك، لا أن يعبث بالديمقراطية، لا أن يعبث باللائحة الداخلية للمجلس. أتى المرسوم بالمادة 209 مكرر، إعادة الموظف إلى النائب إلى وظيفته السابقة. ليش نستضعف النائب؟ يعني شلون نخليه تحت مظلة وزير؟ اليوم حتى مداخلة والله سؤال والله ما بيقدر يحاكي الوزير، يتم يصبغ طول فترته البرلمانية في الوزير من أجل الحصول على مكاسب كسب رضاه للعودة إلى المجلس، العودة إلى الوزارة اللي ينتمي إليها. شعب البحرين اليوم هم أهل الديمقراطية، من أرقى الشعوب الديمقراطية، شعب واعي. ليش نرجع إلى الوراء معالي الرئيس؟ ليش نسمح للعبث بهذا الإرث الديمقراطي؟ اليوم المواد الموجودة ولا مادة أساساً تمنح حرية. كل المواد تعطي الجالس على كرسي الرئاسة حرية التحكم في المجلس، ما تعطينا إحنا حق بتاتا، ما في حق. وكأن المجلس تحول إلى ثكنة عسكرية وأن النائب تحول إلى طالب في مدرسة. المرسوم بعباراته وملامحه معالي الرئيس تكاد تنضح وتفضح بمن يقف خلف هذا المرسوم.
يعني تصريحات جلالة الملك تناقض أساسا هذا المرسوم. يعني ألا يقرؤون تصريحات جلالة الملك؟ ألا يسمعون تصريحات جلالة الملك؟ كل تصريحات جلالة الملك تقول لك بدايتها إيمانا بالمشروع الإصلاحي جلالة الملك، وهو مؤمن بمشروعه الإصلاحي. ليش يجون وزراء يعبثون بهذا، يقدمون له مرسوم ومن أجل تقليص وتحجيم المجلس لهالدرجة؟ مجلس النواب مزعج في 2018 و2022. أزعجتكم الديمقراطية؟ أيضاً بخصوص الجلسات السرية، هل أتت لحماية النائب من الضغط الشعبي، حمايته من الشعب ألا يرى تصويته كان مع أو ضد الشارع؟ أيضاً المادة 138 من الدستور اللي تقول لك حصر وتحجيم واختزال حرية الكلمة، حرية الرقابة. أنا أداتي اليوم أحد أدواتي في المجلس السؤال، وهي أداة رقابية. ليش نحجمها في 5 دقائق؟ سؤال أنا أحضر له شهور وأقدمه ويلا يعني يندرج في جلسة من الجلسات، أجي أختزل الكلمة في 5 دقائق؟ هل يجوز؟ مستحيل يعني. فهذا لا، ما بقدر أؤدي دوري. بتستعجلوني في الكلمة كما أنا الآن اليوم واقفة وأنا مستعجلة وأنا أتكلم، عشان بس ما تقول لي تعديت الوقت. فشلون براقب عمل الحكومة؟ شلون بوصل كلمة البحرين ب5 دقائق؟ فأنا أدعو إخواني النواب إلى عدم الوقوع في الخطأ الذي وقعه النواب السابقون بالموافقة والموافقة على أمور تقلص صلاحيات المجلس. معالي الرئيس، أنا بتكلم من خبرة. لا شعب البحرين واعي. أنت لحالك وافقي أو رفضي، ما عندنا مشكلة. بس لا، بعد كذلك أنا مهمتي أن أنا اليوم أدعو إخواني النواب الدين النصيحة. اليوم أنا أنصحهم، ومو غلط اليوم أن احنا ننصح إخواني النواب. ترى أحذركم، شعب البحرين واعي وما بينسى، التاريخ ما ينسى والشعب ما ينسى. شكرا سعادة شكرا. شكرا. تفضل سعادة الوزير.